اي ماركتنج بلان لازم يبقى ليه هدف. تعالى اقول لك على شويه شروط ممكن من خلالها تقدر تحدد اهداف الماركتنج بلان بتاعك. اول حاجه لازم الهدف بتاعك يكون سبيسيفيك او محدد، يعني بكل بساطه تقدر تحدد الهدف اللي انت عايز تشتغل عليه. تاني حاجه لازم الهدف بتاعك يبقى ميجربل او قابل للقياس، يعني لو انت حاطط هدف ان انت تبيع 1000 قطعه وبعت 500 قطعه، فبالتالي انت بعت 50% من الهدف بتاعك، وهو ده معنى انه الهدف يكون ميجربل او قابل ان هو يتقاس. تالت حاجه عندنا ان الهدف لازم يكون اتشيفبل او قابل للتحقيق، ما تحطش هدف صعب قوي او هدف بعيد عن امكانياتك. رابع حاجه عندنا ان الهدف بتاعك يكون رياليستيك. يعني ايه رياليستيك؟ يعني يكون ريليفنت او متعلق اكتر بالبروجكت بتاعك وبالكفاءات اللي عندك اللي تقدر تحقق لك الهدف ده. خامس حاجه واخر حاجه، لازم اي هدف يكون تايم باوندد. يعني ايه تايم باوندد؟ يعني يكون مربوط بفتره زمنيه معينه. انا محتاج احقق 1000 قطعه مبيعات خلال شهر، فبالتالي انا حطيت هدف سبيسيفيك، ميجربل، اتشيفبل، رياليستيك، وتايم باوند. ودول 5 شروط لازم يكونوا موجودين في الهدف بتاعي واسمهم سمارت رول.